الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عديد شيخ رحمه الله تعالى: وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها إشتا قبلتي وارزرات يردوشتم سنة لامز يوتر لامز داشوغا وهو يسير راكبا دابة حيبا تاع يوشول شاشي كلن يقورن تاع يا مثلا ويزا من شوحا مشينا بك سنة يردوشتم. ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام. سنة دوتنا نتقوش ولا قبلة يدع يرزنا تكبيرة الإحرام دنا الله أكبر يا الله لا مزدع ديه كنا، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. صول دعائش حيبة يا مشان خليلز دايوش أو لامز ديرتو سنة. بالقلد أخشبه شيخ حفظه الله تعالى: يسن للمسافر أن يصلي النوافل غير السنن الراتبة. سنة نوقش خوشنا سنة لامش درا نوافلش غير السنن الراتبة أيش عادين دولا راتبة راتبة أولش دولا راتبش سنة شدوتك ونعش بايمر صلى الله عليه وسلم ومخأرا راتبش علامة حضر شركاتي تاكا وتري حضرا سفرا نوقع ولشت شي مكات شي تعولش دوش تخيلا كده دولا سننش رواتبش دي أقلام حلخرة دي أقلام حلخر دي ركعت دي عديشتو شي ركعت كده عديرشا نوقع ولش دوتشلا وتري دا علامة حلخر شي ركعت دوش تخيلا قوزا دوشتو نوافل شدو نوقعوشنا دمكش دولا سنة أي سنة تشا دوحادو مثلا دوحادو نوقع دمكش دو إذا بايمرو صلى الله عليه وسلم نوقع ديشلا در سنته. ويسن له أيضا أن يصلي النافلة على الدابة وهو في السفر. إشتا سنة لامز داب شي حيبا داولش نوقع ولش نوق شوچنا حاشي حيبا داولش يا غور خليلي أمكل خليلي وإذا من شوحا مشان خليلي سنة لامز در تحولنغا. وقد اتفق العلماء على جواز هذا. هنا العالم نخبرت بو إذا مكشلر دا سواء استقبل القبلة أو لم يكن مستقبل القبلة. قبلة يورزن خليل يا يورزن وجه خليل باش خلايات سنة لامز داش سنة تلاحة مكش دوز. لكن يستحب له أن يبدأ الصلاة مستقبل القبلة إذا تيسر له. أما تصدى لها سنة دوتنا نتقوش ولها تكبيرة الإحرام قبلة أو يزنا دعده كانت سولد حاشية حيب دايوج أو لامز دا يمشان خليلز وزامن شوى سنة دوتنا دع يزنا لامز دعده يحكر لامز دعدو ثم يصلي حيث توجهت به راحلته اشتوى ما ألر إشي دايوج أو لامز دي دوتو يرزنج أو حيبا تاق عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ست بايمري قرا ستن حدا عنده إذا سافر فأراد أن يتطوع نوق يلا شينا سنة لامز دليتشا استقبل بناقته القبلة فكبر شيئة أمكلتاني قبلة إرزنا تكبيرة الإحرام داي ثم صلى حيث وجهه ركابه إشي تاك حيب يوج أو بايمر صلى الله عليه وسلم لامز داش الله. قال العلماء: والتوجه إلى القبلة في مثل هذه الحال عند أول الصلاة مستحب وليس واجبا بو. علمنا يلا قبلة ويرزرة اشتويديت صندل خالن قحا لامز دادو دل لامز الحلخي مستحب دو أي سنة تلشدو إذا وليس واجبا اتمتا واجب ذاته وما خائرة تحقق قيش حالنش كحا واجب دو قز تخرج يشوش دو. لأن ظاهر الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك دائما. هن سنة هندو إذا واجب هندات سنة بايمر صلى الله عليه وسلم دائما ديش تخلى إذا نقع قبلة ورشخلة سفارة والشين سنة لامز دليش نقع ورش سخلة سنة عين من أخا إذا
سنة يعني. إذا عرفنا أن هذا سنة للمسافر وإن خي إنشو ديحا إذا نوقش خوشنا سنة قبلة ويرزر، فهل يكون هذا للمقيم؟ خاطر دو مهكا عشولشن شيتا عشولشنا نوق أروال خليل نوق أتاقا سفري ووج جين مهك أروال ووج سنة خلش دوز أي شي سنة لامز مثلا حيبن تاخليل إذا مشيان شو عشوليل در. الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس للمقيم أن يتنفل على راحلتهم ودقوا بو علمنا بوغا شي مهكا عشولشنا تو اشتديدات تو سنة ديدات شا أتشي دعيود حيبن خليل إذا مشيان شو خليل تو ديدات. مثلا ليس للرجل مثلا زوج ولا للمرأة أن يتنفل وهما في السيارة في البلد، مثلا زوج يا بواشتاغن زوجنا سنة ديدة شيء ما كابلش مثلا مشيان شابلش وما ألرا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذا تولش تجدو علم نيخ دشنا شغل. أما المسافر فيسن له ذلك، أما نوق شوشنا سنة اشتر مشيان شوحا يعني حيبا تحا يقيج ملخ أو إذا خيان عشدر عقا سنة دوز. ويسن أن يبدأ الصلاة متوجها إلى القبلة اشت سنة قبلتي ويزن لامز دعدو درا كما تقدم ومدي ترى، فإن لم يفعل فصلاته صحيحة. قبلتي تسوي أرزحا قبلتي ويزن دعتا ديه كاكتون سنة لامز مثلا نوقع ويوشوش سن لامز قوشتو. ويومئ بالركوع والسجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تاقا إشر شديدو إشر شديدو ركوع داش سجود داش بيمرو صلى الله عليه وآله وسلم مير. ويجب على كل من كان مشاهدا الكعبة أن يستقبل عينها. واجب دو هورك كعبة كوشنا باركشتاني تنتي ويرزر أي شي باركشتاني إذا نيس تنتي ويرزر أو توير. وأما من كان غير مشاهدا لها فيستقبل جهتها لكسنا نقشوش والله كعبة إذا أول ويرزرو إقاش مهردو بيلقوا داقش بو شيخ. يجب على من كان يرى الكعبة تاقا هورن يدعدو إكعبة قوشنا باركشتاني بعينها أن يستقبلها بعينها شي باركشتاني تنتي ويرزر إذا نيس تنتي نيت مقوز نيس تيويرزر. وألا يتوجه إلى الجهة فقط أي أو ويرزن قاشم تبيش. أما من كان غير مشاهدا لها نكسني قشواتا كعبة قشياتها بل بينها وبينه حائل كعبتني لامز داشتني يقحا تحمد لها فإنه يستقبل الجهة ويصلي إليها أو دعو يرزرو لامز داشوغا اشتتو لامز ديدو. من تمكن من رؤية الكعبة كعبة كشوغا يتقوشوغ كالذي مثلا في المسجد الحرم حرم شحا مكة والله إذا ما يجقع، أو كان يصلي في الفندق الذي يطل على الكعبة فيرى الكعبة يا قستيني تشعوغا كعبة تيويتش الله يا قواندا يلا كعبة قوشو تاقا فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة تنتعدو شي باركشتاني ات كعبتنا نتسمى قوتشين مقر تنتعوز. أما إن حال بينه وبينها حال نكسن تيوكا أحتا حمدلا لامز ديشتون يوكا أحتا حمدلا يا جينا يلاها مثلا دوكو وبوصل نابوك تان قاتش ميدو نتسمى قوتشا تان قاتش ميدو آون بوشتاني إيدو تانات يا واجب لكون يجبايمرو صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة مدينة أهلونك عشب الله شاك ألا ما بين المشرق والمغرب قبلة مالخ بالا ريحي مالخ بوز ريحي تاشن يقعها قبلة يوم. وفي هذا سعة ويسر في الشريعة هم هقويت وشريعة تنقحها شريعة دايخلر أهتخلر. فلو أن المسلم مال عن الجهة قليلا يمينا أو شمال نقسم بوصل تقلامز داشخنا جيم إذا يهتو آور يرو آور إذا دحوز نحا
ولكنه على نفس الجهة ولم ينحرف عنها بالكلية. أما تأدلا نيس تسوتي ويرزن دوك جو دايس ويرزن وات كذا تدير بو بيحقن يا يهتو أو ويرزن يا بوكتو عنا تن دوك دا ويرزن وات تن جيم يارو يهتو أو يرزرا لامز دوحته فإن صلاته صحيحة لامز دوش داس كوشنو. ولذلك لا حاجة إلى التكلف تندير دوك جادا حشتوش داس. بعض الناس يقول تاتنا أور أنا نظرت في الجهات ورأيت أني ملت قليلا يمين أو ملت قليلا شمال فالصلاة صحيحة. تاتنا أول شي حاجنا مثلا كعبة حش يا تليفون خليل كيني يقشتاني جيم قلبي على يرسى يهتو أو يا إيرو جيم يرزن إشتون لامز دوش داس بوشيغو لامز قوش هنا بايمر صلى الله عليه وسلم مدينة أخرى أشبه ناهيك آذر ما بين المشرق والمغرب قبلة مالغ بالر يح مالغ بوزر يحا تشنيقها قبلتيو.